تكوني حفيدة الأمير عبد القادر يعني عندك عبء، يعني هذا لازم يتمشى فوق ظهرك أكيد. ولكن ربما الأمير عبد القادر اللي هو يعتبر رمز من رموز يعني الجزائر، كاين هناك بعض الأصوات اللي تقول أنه في بعض الأحيان أنه الأمير عبد القادر من بعد تفاهم مع الفرنسيين. كريمة الشامي اليوم واش تقدر تقول لنا لما تشوفي ناس تتكلم أنه الأمير عبد القادر خان الجزائر، الأمير عبد القادر؟ فالإنسان اللي بيكون عمل فرق وأثر بالدنيا مثل الأمير جدي، وأفتخر فيه اليوم أني بقول جدي، عمل فرق بهاي الحياة وعمل اسم للجزائر. الجزائر معروفة جدا وبأمريكا، يمكن أنا مني كتير بأوروبا. كنت بتمنى أنه هيك أدخل على الجزائر أخذ منصب. دفعت رشوة لكتير أشخاص. حان الوقت أنه هذا الوجه المزيف يروح. دفعت رشوة لكتير أشخاص، واحد منهم عارف مشاكرة. تكوني حفيدة الأمير عبد القادر يعني عندك عبء، يعني هذا لازم يتمشى فوق ظهرك أكيد. فالإنسان اللي بيكون عمل فرق وأثر بالدنيا مثل الأمير جدي، وأفتخر فيه اليوم أني بقول جدي. وكنت عملت تصريح أنه أنا حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري، لكن الحقيقة والواقع أنه أنا لست حفيدته ولا حتى بعرفه. أحمل جنسيات مختلفة، لكن أحببت أن أتي إلى الجزائر لأنها تربة خصبة. بما يخص كتاباتي أو الطريقة الثقافية التي أتكلم بها، فهي تعود فيها الفضل الأول والأخير لشخص ساعدني، وقف معي، واعتقد أنني أنا إنسانة منيحة، لكن ضمير الواحد بأنبه، وأنا لازم أعترف بهذا الموضوع. ولا شيء من اللي كتبته لإلي، ولا حتى بعرف أكتب عربي الصراحة. وكنت بتمنى أنه هيك أدخل على الجزائر أخذ منصب. دفعت رشوة لكتير أشخاص، واحد